واصل بالمجال الفلاحي بإقليم أزلال إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية من بينها سلسلة الخروب، كما تم تقديم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر. أحمد العلوي وعبد العالي عياد. شجر الخروب أضحى خلال السنوات الأخيرة من السلاسل الفلاحية التي تكتسي أهمية بالغة ضمن المخطط الفلاحي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم أزلال. سلسلة تتميز بمرونتها الإيكولوجية وتأقلمها مع الظروف المناخية الصعبة وندرة المياه. من هنا تبدو أهمية هذا المشروع الهام لغرس 200 هكتار من أشجار الخروب، والذي يندرج في إطار برنامج مشروع الفلاحة التضامنية بمنطقة سيدي يعقوب بإقليم أزلال. الزيارة اللي كنقوموا بها الإقليم ديال أزلال كتهم تتبع المشاريع اللي هي كتنزل وإطلاق عدة مشاريع جديدة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر اللي عطى الانطلاقة ديالها جلالة الملك حفظه الله في 2020، واللي هي استراتيجية اللي كتعمل باش تبني الأسس ديال الأمن الغذائي، وخصوصا ديال السيادة الغذائية ديال بلادنا. الخروب مزيان، هو ما كيستهلكش الماء، وخذوها سميتو بغاتو هاد البلاد. حيت عندنا قبل واحد 150 هكتار وخدامه سميتو ديالها مزيان، دابا الناس كيجنيو منها، وان شاء الله هذا المشروع بينا ان شاء الله ينجح. ومن أجل تطوير وتحسين منتوج هذه السلسلة الفلاحية تم إحداث وحدة لتثمين الخروب لفائدة اتحاد مكون من 14 تعاونية فلاحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن سنويا. الفلاح دابا غيعتني بالخروب مزيان وغيغرسوا الخروب كامل، والحمد لله كاع الفلاحه غيجيبوا المنتوج ديالهم قريب هنا ان شاء الله، وكنشجعوهم حاليا يعني يتخلصوا بالثمن ديال السوق حاليا اللي كاين الثمن الوطني. مشروع للتجميع الفلاحي كذلك تم إحداثه بالجماعة الترابية فمجمعة بإقليم أزلال، ويضم وحدة لتثمين العسل تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 150 طنا سنويا. مشروع يتوخى تجميع أزيد من 60 من مربي النحل بالمنطقة و7500 خلية لإنتاج حوالي 135 طنا من العسل سنويا. المغرب وأندونيسيا يوقعان بالرباط على مذكرة تفاهم